تخيل معايا كده جهاز في ايدك بيشغل العاب شبه بلاي ستيشن 2، بتتفرج عليه على افلام واغاني وتفتح كمان الانترنت. الجهاز ده كان حلم اي جيمر وكان سابق عصره بسنين. طب السؤال بقى، ازاي جهاز بالنجاح ده يختفي فجأة؟ وليه سوني سابت واحد من انجح اجهزتها المحمول؟ هل السبب القرصنة ولا المنافسة ولا سوني نفسها كانت السبب؟ النهارده مش هنتكلم عن جهاز، النهارده هنتكلم عن اسطورة، قصة جهاز البي اس بي. وخليك معايا للاخر لان في تفاصيل يمكن اول مرة تسمعها. قبل سنة 2004 وقبل ما كلمة بي اس بي تتقال اصلا، سوق الالعاب المحمولة كان له شكل واحد بس، وهي نينتندو وبس. من ايام بقى جيم بوي وجيم بوي كولر وجيم بوي ادفانس وهكذا، نينتندو كانت فاهمة السوق وكانت ماسكة الاطفال وحتى العائلات، واي حد كان عايز يلعب في اي مكان، واي شركة تانية كانت بتخش مع نينتندو في المنافسة كانت بتخسر فورا. الاجهزة المحمولة قبل سنة 2004 كانت شاشة صغيرة، جرافيك بسيط، العاب قصيرة، وحتى ما كانش فيه قصة تقيلة تشدك كده. يعني حرفيا كنت تلعب شوية وتقفل، مفيش طبعا سينمات، مفيش عالم مفتوح، مفيش الحاجات دي كلها. الناس كانت مقتنعه ساعتها اصلا ان ده اقصى حاجه تقدر تاخدها على جهاز محمول. سوني فين بقى كانت في الوقت ده؟ كانت مكسره الدنيا على بي اس 1 وبي اس 2، والبي اس 2 تحديدا كان انجح جهاز في التاريخ عند سوني والله. وما زال في اجتماعات بقى داخل سوني الفكره كانت اللي هو ليه الجيمر يلعب في البيت ويلعب حتى بره البيت كمان؟ يعني حرفيا ليه ما نخليش نفس الجيمر ونفس الاسلوب ونفس الاحساس لكن في جهاز محمول؟ ومن هنا بقى كانت بدات الفكره، بلاي ستيشن لكن في جيمر. وانا عايز اقول لك ان الفكره دي ساعتها كانت خطيره على سوني، لان ساعتها كانت نينتندو هي الوحيده اللي مسيطره على السوق، فكانت في نسبه فشل بالنسبه لسوني. سنة 2003 في واحد من أكبر المؤتمرات التقنية في العالم، سوني طلعت على المسرح قدام الجمهور والصحافة والمطورين وحتى شركات الألعاب، والكل كان مستني يسمع سوني ناوية تعمل إيه. وفجأة سوني قالت الاسم لأول مرة، بلاي ستيشن بورتال. الاسم لوحده كان رسالة إن ده بلاي ستيشن مش لعبة أطفال. أول ما عرضوا الجهاز كانت شاشة كبيرة، تصميم فخم وأزرار شبه البلاي ستيشن، حجم غير معتاد لجهاز محمول. الناس في القاعة كانت اللي هو بتقول ده حقيقي ولا نموذج، لأن اللي اتعرض كان أكبر وأجمل، وحتى كمان كان أشيك من أي جهاز محمول اتشاف قبل كده. سوني ما اكتفتش بالشكل بس، لا بدات كمان ترمي الارقام، وقالوا شاشه عريضه وجرافيك كمان قريب من بلاي ستيشن 2، في كمان واي فاي وتشغيل افلام وموسيقى. وقتها الناس بدات تفهم ان ده مش منافس للجيم بوي، ده حاجه مختلفه تماما. وهنا بقى حصلت الصدمه لما سوني عرضت العاب 3 دي كامله وشخصيات معروفه وحركات سينمائيه، وكمان العاب كانت قريبه جدا من الكونسول، مش العاب بسيطه ولا كرتونيه زي اللي كانت بتتعرض على الجيم بوي والحاجات دي. رغم الاعجاب بدات الاسئله الصعبه، البطاريه تستحمل ولا السعر هيبقى كام ولا هيسخن؟ وفي ناس قالت ده شكله اقوى من اللازم على جهاز محمول. يعني اعجاب وفي نفس الوقت خوف. الاعلان خلى العالم كله يبص على سوني، بس السؤال الحقيقي لسه، هل الوحش ده هينزل فعلا بنفس القوة ولا ده مجرد عرض على المسرح؟ اول نزول رسمي كان في اليابان، وبعدها امريكا، وبعدها اوروبا وباقي العالم. من اول يوم نفاذ في الكميات وطوابير وزحمه غير طبيعيه، ناس كانت واقفه بالساعات علشان في الاخر جهاز محمول، وده كان شيء مش معتاد خالص. اول ما الناس مسكت الجهاز الشكل كان فخم، الشاشه كانت كبيره وواضحه كده، والاحساس انه كونسول مش لعبه على عكس الجيم بوي. الناس حتى قالت ان ده بلاي ستيشن 2 بس مصغر، حتى طريقه المسك، ازرار مألوفه وتحكم مريح. الشاشه كانت عريضه والوان قويه ومختلفه عن اي جهاز محمول. طبعا اللعب عليها كان مريح جدا وممتع، عشان طبعا الشاشه كانت كبيره على عكس بقيه الاجهزه اللي كانت الشاشه فيها صغيره جدا. سوني بقى لعبت صح في الالعاب من اول سنه، الالعاب حصريه وقويه واسماء معروفه وتجارب تقيله زي مثلا ريدج ريزر، يخرب بيت الاسم، ريدج ريزر زي مثلا ريدج ريزر ووايب اوت وجي تي اي، وبعديها جاد اوف وور. الناس حرفيا حست ان ده مش جهاز تجارب، ده جهاز كامل. ده غير طبعا ان سوني نزلت اليو ام دي في البدايه كان مبهر رغم المشاكل اللي كانت فيه، لكن هو كان في البدايه كان مبهر. في البدايه الناس انبهرت بفكره الافلام على جهاز محمول وجوده عاليه وتجربه سينما في ايدك. كتير اشتروا البي اس بي اصلا عشان الافلام والمسلسلات والكليبات. البي اس بي ساعتها بقى مركز ترفيه متنقل. ولو جينا على السعر فالسعر كان عالي نسبيا، بس الناس كانت شايفاه مبرر لان الجهاز مش العابه بس، كان جهاز متكامل. ناس كانت بتقول ده اغلى بس بيقدم اكتر. طبعا خلال شهور الجهاز بقى في كل حته، في مدارس، في جامعات، في سفر، تشوف ناس بتلعب فيه في المواصلات وفي الطيارات وفي اي مكان عادي جدا. البي اس بي حرفيا بقى موضه. غير طبعا الاعلام والضجه اللي حصلت عليه، طبعا كان في مراجعات ايجابيه جدا عليه، والجهاز طبعا اتشهر جدا، وطبعا المبيعات كانت ملايين في شهور، حرفيا اسرع جهاز محمول مبيعا وقتها. نجاح واضح طبعا بالنسبه للبي اس بي،
سوني حرفيا حست انها كسبت الجوله الاولى. طبعا البي اس بي غير مفهوم اللعب المحمول، الجيمر حرفيا بقى عايز نفس الجوده في اي جهاز محمول بعد كده. سقوط البي اس بي كان بسبب ضربات كتير قوي، من اقوى الضربات اللي جت دي البي اس بي كان اسهل جهاز في تاريخ سوني يتكسر حمايته. هاكرز قدروا يشغلوا العاب من الميموري، يعني تقدر تحمل مباشر ومن غير اقراص ومن غير فلوس. لو انا ليه اشتري لعبه ب 40 او 50 دولار في حين ان انا ممكن احملها ببلاش؟ فايه اللي هيخليني اروح اشتريها ب 40 او 50 دولار؟ وده اللي خلى ان مفيش فلوس بتروح لسوني عن طريق الالعاب، ان مفيش برضو ناس عملت العاب للبي اس بي، لان طبعا مفيش فلوس، الهاكرز هيهكروها ويجيبوها ببلاش. وسبب من اسباب برضو فشل البي اس بي وهو البطارية والعمر التشغيلي. قوة الجهاز كانت ميزة وفي نفس الوقت لعنة، الألعاب التقيلة بتخلص البطارية بسرعة والجهاز كان بيسخن والتجربة تبقى مرهقة. ناس كتير قالت ايه فايدة جهاز محمول لو محتاج شحن دايما؟ وفعلا ايه فايدة جهاز محمول هو فعلا محتاج على طول شحن؟ ده غير طبعا ان انت بقى عندك موبايلات، وطبعا مع ظهور الايفون والاندرويد الالعاب بقت اسهل انك تجيبها وارخص ودايما في ايدك. ده غير طبعا ان نينتندو لعبت بطريقه اذكى وما نفستش في القوه، نفست في المتعه. ده غير طبعا ان انت كان عندك شاشتين والعاب مبتكره وتحكم جديد وحتى كمان اسعار اقل. نينتندو حرفيا ما دخلتش حرب عضلات، ودخلت حرفيا حرب افكار. ده طبعا غير قرارات سوني الغلط، سوني حرفيا غلطت في التسويق والدعم والتطوير، بدل مثلا ما تطور النظام وتسهل الديجيتال وتحارب بالقرصنه صح، لا عملت موديلات كتير وتغيرات سطحيه، وفشل حتى البي اس بي جو، وده كان فشل ذريع جدا طبعا. فبس كده، وفي الاخر للاسف البي اس بي فشل، او ما نقدرش نقول انه فشل، هو للاسف كان سوء تنظيم وسوء حاجات كتير حصلت من سوني. فبس كده، كان معاك يوسف، والوقت انا مستني رايك تحت في الكومنتات، تقول لي لو انت كنت مكان سوني كنت عملت ايه عشان تخلي الجهاز ده يفضل عايش لمدة اطول. بس كده، سلام.